صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. النهارده هعمل لكم وصفه بتتحضر في 8 دقايق. 8 دقايق يا رشا، غدا عشاء اعمليها في 8 دقايق بجد وهتدعي لي. هنعمل النهارده المكرونه اللي تشيز ماك، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. مكونات موجوده في البيت، ما كلفتنيش اي حاجه خالص. بنجيب الطبق منها بيعدي ال 100 جنيه، لا احنا هنعملها كلها تقريبا مش هتكفي ال 40 جنيه تقريبا، يعني الحسبه بتاعتها كده 40 جنيه. عندي هنا حليب، عندي المكرونه اللي هي مش المرمريه المعوجه دي، وهي دي بتاعت الوصفه الصح. عندي جبنه شيدر، عندي معلقتين دقيق، معلقتين زبده، ملح، فلفل اسود، وهي دي كل الوصفه بتاعتي. قبل بقى ما نبدا الفيديو كده حطوا لي اللايك الحلو والكومنت حلو منكم ليا، وبجد وحشتوني جدا جدا. انا هنا حطيت المكرونه بتاعتي بتتسلق، انتوا عارفين كالعاده، بشويه ملح وحبه زيت، وهتتسلق كده على النار على جنب. جبت بقى الوك بتاعي هنا ونزلت بمعلقتين الزبده عليهم معلقتين الدقيق، وابتديت ان انا اقلبهم كده زي ما انتم شايفين كويس جدا، ولحد لما ياخدوا معايا كده ايه يعني لون مصفر، مش عايزاها ايه تبقى لونها بامبي شويه كده. اول لما يصفر معايا الدقيق هروح نازله بالحليب على طول. وصفه سهله، وزي ما قلت لكم عايزينها عشاء، عايزينها غدا في نص اليوم، لو فطرتوا فطار خفيف هتنفعكم، حلوه جدا. يلا بينا بقى نشوف. هننزل بقى هنا بالحليب كاننا بنعمل بشاميل كده. الصوص بتاعنا بقى هنفضل بقى نقلب كده، انا ايه عايزه، مش عايزه تكتلات فيه خالص، زي ما انتم شايفين بقلبه كويس جدا. هنا بقى انا هزود على الوصفه بتاعتي كده حاجه، والحاجه دي اختياري بس بجد طعمها حلو قوي وفرقت معايا، حاجه جديده بس طلعت حلوه جدا. جبت هنا الدوريتوس، اي نوع انتوا بتحبوه هاتي كده. انا مسكت ايد الهون بتاعتي كده وقمت دقه دقتين، ما تحطوش في الكب او في اي حاجه عشان هينعم خالص، انا دقيته عايزاه خشن. وهنا بقى التكات والحركات، حطيت بقى معلقتين قشطه وملح وفلفل اسود، وكلي بقى احلى صوص. طبعا اخدمي الحاجه هتلاقيها فعلا طعمها تحفه. هفضل بقى هنا اقلبها كده زي ما انتم شايفين لحد لما تبقى سميكه كده معايا، ونشوف هنكمل الوصفه الجميله دي ازاي. هنا بقى بقلب المكرونه بتاعتي، وزي ما قلت لكم انا بسلق المكرونه 8 دقايق، والوصفه بتاعتي كلها هتتحضر في 8 دقايق. الصوص بقى معايا اهو زي ما انتم شايفين كده، عماله اقلب فيه وفكيته خالص خالص خالص، ما فيهوش اي تكتلات. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بالجبنه بتاعتنا ونقفل بقى على النار، يعني في الخطوه دي هنروح قافلين على النار مع سخونيه الصوص. الجبنه بتاعتنا والتقليب هتبتدي ان هي تسيح زي بقى ما انتم شايفين كده. انا بلم بقى الدنيا وبسيح، وكده الوصفه بتاعتي تعتبر خلاص جاهزه ان هي تتقدم. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. احلى طبق مكرونه بجد هتاكلوه في حياتكم، سهل وبسيط وما كلفنيش اي حاجه خالص. زي ما قلت لكم هاتوا الشيدر المصري، بسيط مش غالي جدا، مش عارفه يعني التمن ب 15 جنيه حاجه زي كده، مش غالي. جبت بقى هنا اهو زي ما انتم شايفين كده، نزلت بالدوريتوس بتاعي، وزي ما قلت لكم انا ما طحنتوش، انا دقيته كده ومخليه خشن، مدي طعم عظمه. وبجد انا غلطت ان انا ما خليتش حبه احطهم فوق الوش، بس يا جماعه كان طعمه خطير. نزلت بقى بالمكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها، اديت بقى تقليبه حلوه كده، وعايزه اقول لك احلى طبق مكرونه بجد. الوصفه دي هتعجبكم وانا متاكده، انتوا عارفين ذوقي في الاكل حلو، بجد الوصفه هتعجبكم قوي. اديتها بقى هنا تقليبتين تلاته كده، وفعلا الكاميرا ظالمه بقى الشكل الروعه ده. شكل الدوريتوس كده لونه الخطير مع الوصفه حلو جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هي بتتاكل وهي سخنه، ولما بردت كمان بقت طعمها تحفه بجد. ايه رايكم؟ بجد الطبق يستاهل اللي انتوا تجربوه. بقول لكم المكرونه متعه بجد يا جماعه، حلوه جدا وتستاهل التجربه، والدوريتوس اختياري. ايه رايكم بقى؟ كده الوصفه بتاعتي خلصت، سهله جدا بسيطه ما فيهاش اي حاجه. كنت معاكم رشا، لو هيعجبكم بقى الوصفه دي حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم ليا. اشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم في الله، وسلام.